مساء الخير على حضراتكم في كل مكان، وهذه الجولة الإخبارية الجديدة وأخبار القاهرة. وأسعد من خلال هذه الجولة بأن يكون بصحبتي ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الدكتور محمد عطايا. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا أهلا وسهلا وسهلا. بحضرتك، كل عام وانتم بخير والجميع بخير ان حضرتك شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. بسعد بحضراتكم يعني. وإلى فاصل ونبدأ جولتنا الإخبارية بعد الفاصل. ونبدأ جولتنا الإخبارية، حيث التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بنظيره الأوغندي على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. ضيفي الكريم دكتور محمد عطايا، احنا بنتحدث هنا عن وزارة الخارجية المصرية والسيد الدكتور بدر عبد العاطي في هذا الحوار مع ضيفه أو مع نظيره الأوغندي على هامش قمة. مصر تواجدها مع الأشقاء في إفريقيا أصبح يعني في قمة النشاط، وأصبح في تفاعل وعمل دؤوب على كافة الأصعدة يعني. مصر مكانتها معروفة في أفريقيا، نعم. وهنا من القيادات الأفريقية المعروفة، ولها تواجدها في كل الدول الأفريقية، سواء في جنوب النيل أو في حوض النيل كله على أجمع، وفي جنوب أفريقيا، سواء في كل الأماكن، حتى في نعم. شمال أفريقيا وغربها نفس الحكاية. هذا اللقاء بيعكس مكانة مصر الدولية والعالمية نعم. بين أشقائها الأفريقيين، وتواجدها المستمر في المشاكل الموجودة ورؤيتها المستمرة، والتشاور المستمر لمصر نقول الأم أو مصر القائدة أو القيادة للدول الأفريقية عامة يعني. فبيعكس حرص مصر أصلا على تعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل كاملة وأفريقيا، والمجال كله بيعكس هذه الجولة. أيضا التحرك الدبلوماسي الموجود حاليا في المشاكل الموجودة في أفريقيا، سواء مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، نعم. مشاكل عامة أيا كان. الحاجة الأساسية وده الحياة نعم. بالنسبة لمصر، صحيح. ولن تفرط في نقطة مية زي كما يقولون. نعم. وده الأساس الشاغل لمصر والقيادة السياسية، الموارد المائية والمورد المائي والأمن المائي أساسا يعني. نعم. ايضا في مجال الزراعه والامن الغذائي، في تعاون بين اوغندا ومصر في الزراعه والامن الغذائي، سواء على مستوى كبير جدا. ايضا الطاقه والربط الكهربائي، وده مهم ايضا، نهر النيل وما ذلك، ونحن عارفين كلنا يعني. نعم. مكافحه الارهاب والجريمه المنظمه، ودي من اهم صحيح. الملفات الموجودة على التنسيق بين مصر وأوغندا. دعم التنمية في القارة الأفريقية، مصر بتدعم التنمية في القارة الأفريقية بكل سبلها، فبتكون قوة رادعة على أي حاجة خارجية. ده البعد، في بعد أفريقي أيضا، بعد العام لهذا التشاور، وهو اللقاء يعكس اهتمام مصر بترسيخ حضورها ايضا مهم جدا نعم. داخل القاره الافريقيه، وده مهمه جدا جدا كمان يعني، ان هي ده الوجود ده موجود، وبتاسس ده ايضا كمان دعم التكامل الافريقي الموجود بين الدول، وتحقيق التنميه المشتركه صحيح. بين الدول وبين مصر واوغندا، تعزيز التنسيق بين الدول الافريقيه عامه كما قلنا لمواجهه التحديات الاقليميه عامه. نعم. في قضايا ايضا اقليميه ايضا اخرى، لتبادل وجهات النظر بين الدولتين والاوضاع في المنطقه عامه، شرق افريقيا وما فيها، بحث سبل دعم الامن والاستقرار الاقليمي. في رسائل بقى سياسيه من هذا الخبر. اهم هذه الرسائل نعم. ان مصر تعتمد على الحوار والدبلوماسيه اساسا في كل حواراتها. نعم. مبدئيا في تعزيز علاقاتها الخارجيه مع كل الدول، وخاصه دول افريقيا، ودي مهمه جدا، ده حاجه مهمه جدا، ودي بتاكد عليها مصر وتعتمد عليها ايضا. توسيع الشراكات مع الدول الافريقيه، ودي مهمه جدا، وممثل اولويه للسياسه الخارجيه
الشراكات الموجوده، السياسه الخارجيه سواء سياسيا او اقتصاديا وغيرها. نعم. في ايضا التعاون المشترك وهو طريق التحقيق لتحقيق الامن والاستقرار والتنميه سواء في مصر او في دول افريقيا، والتحقيق الامن عامه هيعود على مصر ايضا بنفس الوضع. في مكاسب متوقعه من هذا اللقاء، في مكاسب متوقعه. اولها هو رقم واحد زياده حجم التبادل التجاري، وده متوقع ان هو يزيد الحجم التجاري من هذا اللقاء. نعم. فتح افاق جديده للاستثمار اوغندا في مصر، وفي مصر في اوغندا اللي احنا قلنا الامن الغذائي والزراعه وغيرها. دعم التعاون الفني والتنموي بين الدولتين، سواء نعم. الفن ومصر، نعلم القدرات والقدرات اللي موجوده في مصر واللي موجوده هنا واللي تستطيع تستفيد منها اوغندا. ولا نبخل بها على احد طبعا. بالتالي نعم. تعزيز التنسيق السياسي، وده مهم جدا في المحافل الدوليه، مهم جدا برضو ايضا والاقليميه. توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات البلدين هنا في الاثنين. ولهذا اللقاء له دلالات واضحه جدا. هذه الدلالات استمرار الزخم في العلاقات المصريه والدبلوماسيه والافريقيه بين الدول، وده مهم. ديت موجوده سواء على كل حوض النيل وغيرها. هنيجي للرساله الختاميه في هذا اللقاء، واحنا قلنا تعزيز التواصل وتاكيد دور مصر. نعم. ان هذا اللقاء لقاء هام جدا يوضح دور مصر في قياده مصر في تعزيز اللقاءات الدبلوماسيه ومكانه مصر العامه في كل دول افريقيا والعالم اجمع، سواء احنا هنشوفها في اكثر من محافل وفي اكثر من مشاكل موجوده وتدخل فيها مصر ويكون لها الدور البارز سواء على المستوى العالمي السياسي والاقتصادي في كل مكان. نعم. أيضا أكدت وزارة الخارجية المصرية أن التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على كافة ملابسات استهداف السفينتين بميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة عنه. وفي تدوينة عبر حسابها على فيسبوك قالت الخارجية المصرية إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقوم بنشر أخبار غير دقيقة ومغلوطة حول الحادث. احنا بنتكلم في نقطة هنا، كان من اللحظة الأولى للإعلان عن الحادث انبرت بعض الجهات يعني لنشر الأخبار، ويعني التحليل الأولي لدى العامة إنه ده الهدف منه توريط مصر. يعني الخبر بالصورة دي، احنا وزارة الخارجية بتقول انه حتى الآن لم يتم يعني في تحقيقات جارية، والى ان يتوصلوا الى نتائج هيتم الاعلان عنها. خلينا ناخد الخبر من اكثر من اتجاه. الاتجاه الاولاني طبعا ادانه كامله لما حدث ايا كان مين المعتدي على مصر، ولكن سيكون الرد ليس بالسهل يعني. نعم. كانت مصر معروفه وقوتها معروفه وعندها الاستخبارات وكل شيء موجود. دي النقطه الاولانيه، وده تطمين لكل الشعب المصري ان انت تحت قياده حكيمه، وانها لا تستبق الاحداث كما يقولون. صحيح. وانما اللي عايزين نقوله بلاش ان احنا ناخد الخبر ونروج ليه ونقول وراء الموضوع فلان وعلان ونشير بقى ما يكتب ايا كان يعني بدون فحص او تدقيق يعني. فلا لابد ان يكون هناك، ومصر لن او سياسه مصر لن تعلن عن شيء الا من التاكد منه مباشره. صحيح. حتى لا يكون في اتهام لشخص غير مبرر. هذا الموقف طبعا في ميناء دمياط بدأ تحرك فوري من الأجهزة المعنية لتأمين الموقع مباشرة في لحظات، وده يدل على القوة الأمنية الموجودة. فاحتوت الموقف بسهولة كما يقال، وليس من السهولة أن يخترق المكان. واحنا شفنا التحرك والسفن اللي اتحركت بعيد عن الميناء بصورة يعني ما خدتش سريعة جدا. حقيقي. ودي قوة يعني تشهد ليها القوات الموجودة والتأمين الموجود. صحيح. وده كله فتح تحقيق رسمي للوقوف ايضا دلوقتي موجود على جميع الملابسات. فالتحقيق ده موجود، فالتحقيق ده مش هياخد ساعتين وثلاثه ويخلص ولا يوم ويخلص، حتى يكون في هناك يعني ادله دامغه لمن وراء طبعا محتاج وقت، كل شيء محتاج ياخد وقته. نعم. يعني صحيح لازم ياخد وقته. نعم. ايضا متابعه دقيقه من مؤسسات الدوله، يعني الموضوع مش ليست الاجهزه المعنيه اللي بتقوم بالتحقيق، لا، في متابعه من مؤسسات الدوله. نعم. كل دقيقه وكل لحظه، وده اصلا متابعه كامله لهذا الموضوع. في ده معناها طمأنة الرأي العام ان التأكيد عن الدولة تتعامل مع الموضوع او الواقعة بمنتهى الجدية. الموضوع ليس عدى مرور الكرام، لكن تتعامل معه بمنتهى الجدية.
فلذلك منع تداول الشائعات اللي زي ما احنا اتكلمنا كده، ده او حقيقي. المعلومات غير الموثقه. مش كل واحد على النت دلوقتي يكتب او على السوشيال ميديا يكتب، لا ان شاء الله كانه هو خبير سياسي وخبير بالظبط اقتصادي، بالظبط. وكأن الخبر طالع من عنده هو اللي ان شاء الله مسيطر يعني فهذا يعني نعم. غير مقبول بتاتا في هذه الاحداث، لانها احداث تمس الدوله نعم. وليست اشخاص. وحتى اللي تمس اشخاص فلا يحق ان تتحدث عن شيء ان انت لا تعلمه، او ان انت تفتي بمعلومه غير تعلمها. انتظار نتائج التحقيقات الرسميه، ننتظر صحيح. التحقيقات صحيح. الرسميه ننتظرها قبل اصدار ايا كان استنتاجات. مش هستنتج النهارده بقى لا هي جايه المسيره جايه من اليمين من الشمال جايه من مش عارف منين. نعم. انا مش هستنتج لان انا مش ليس خبير بالموضوع. صحيح. فبالتالي اترك المجال لاصحاب الخبراء السياسيين والاقتصاديين وغيرهم صحيح. والمحققين. بدلنا على اهميه ميناء دمياط. ميناء دمياط من الموانئ المهمه داخل مصر. احنا نعلم مصر على الشريان الاساسي عندنا قناه السويس طبعا، والبحر الاحمر والبحر المتوسط وغيرها. نعم. وميناء دمياط من الموانئ المهمه التجاريه العالميه وليست المحليه، ولها اهميتها. فهي احد اهم الموانئ التجاريه في مصر، ولها مكانتها تجاريا وهي بوابه رئيسيه لحركه الاستيراد والتصدير ايضا. دمياط مركز لوجستي يخدم التجاره الاقليميه والدوليه، يلعب دور مهم في دعم الاقتصاد المصري. فليست بالسهل لكن هذا البيان يحمل لنا رسائل. ايه هي الرسائل اللي بيحملها لنا البيان؟ الشفافيه في التعامل مع الحوادث. نعم. ان احنا بنيجي نتعامل مع الحادثه ففي شفافيه، ليست النهارده طلع البيان فطلع بعديه ب5 دقائق ان احنا خلاص قلنا الخبر. لا، في شفافيه مع الخبر او شفافيه مع الحادث، ودي حاجه مهمه جدا. احترام الاجراءات القانونيه والجنائيه، ان احنا نحترمها، لا نستبقها، فلا بد ان نحترمها. ايضا زي ما احنا قلنا عدم استباق نتائج التحقيق. احنا ما نستبقهاش. لما يطلع نتائج التحقيق حلل زي ما انت عايز، قول اللي انت عايز تقوله. الحفاظ على مصداقيه المعلومات الرسميه، ودي مهمه جدا. قد يكون كلام ليس له داعي ولا ليس له قيمه يؤثر على هذه التحقيقات، فلا بد ان ننتظر جميعا طب كيف تتعامل الدوله مع هذه الحوادث؟ ودي مهمه جدا، مهمه جدا في هذه الحوادث. الدوله بتامن موقع الحادث، وده مهمه جدا، وده احنا شفناه في توقيع الموقع نفسه. فلذلك في لحظات كان في تحرك سريع. جمع الادله الفنيه، ودي مهمه جدا بتعامل معاها. الاستماع للشهود واطقم السفن الموجوده حاليا دلوقتي بكل الاتجاهات. مراجعه انظمه المراقبه، ما في انظمه مراقبه موجوده في الموانئ، والموضوع مش ليس باليسير وليس بالسهل التنسيق بين الجهات الامنيه والقضائيه والبحريه 3. مش كل واحد بيشتغل من راسه، لا بالعكس، في تنسيق بين كل. فلذلك في أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، ودي مهمة جدا. بنقول للجميع ونقول لأنفسنا أولا، المعلومات غير الدقيقة قد تثير بلبلة، ودي مهمة جدا. تثير البلبلة، والبلبلة دي تؤثر أيضا. التحقيقات تحتاج برضو إلى وقت الوصول إلى نتائج، مش هتيجي النهارده زي ما احنا قلنا. البيانات الرسمية هي المصدر الأساسي اللي احنا ناخد منه معلومة. المصدر الأساسي ان احنا ناخد منه معلومة، ما يجيش النهارده اخد معلومة من أي حد. وفي أهمية اقتصادية طبعا زي ما احنا قلنا، استقرار الموانئ المصرية، ودي مهمة، استقرار عام لمصر كلها، وهي عنصر أساسي في الحركة. استمرار العمل بالموانئ، وده يعكس كفاءة منظومة اللي حصل حاليا أو حدث في هذا الموضوع. وبسرعة تحركت الميناء ولكن لم يكن شيء ولم يحدث شيء. لكن هذا حادث لابد من التحقيق فيه ونوصل إلى نتائج. مصر تمتلك شبكة موانئ تمثل ركيزة مهمة للعالم كله والاقتصاد الوطني. فنستخلص من هذا الموضوع عدم السير ولا الشائعات. ننتظر التحقيقات، نثق جيدا في القيادة، نثق جيدا في التحقيقات الموجودة. فده هيدينا طفرة إلى قدام وليس بإذن الله. واحنا يعني خلينا نقول إنه كلنا ثقة في إننا دولة قوية وقيادة قوية ذكية ذات نظرة وتحليل استباقي. يعني في أمور كتير دولتنا حققتها كان النظرة فيها تحليل لأحداث ستحدث وقد كان. فخلينا كلنا ثقة في أنه لما تنتهي الأمور ويتم الوصول لنتائج حقيقية نستمع إليها، وغير كده شأن لا يخصنا كمواطنين ودي رسائل سياسيه كتير بتوصلنا كلنا جميعا. ان الدوله تتعامل مع اي حادث وفق القانون، مش وفق الاهواء، للقانون والمؤسسات ايضا. ومصر ايضا حريصه على امن الملاحه والموانئ، يعني حريصه على امن الموانئ الاساسيه. وفيها التزام الشفافيه زي ما احنا قلنا، في التزام بالشفافيه، ودي حاجه مهمه جدا. ففي القضايا الامنيه والبحريه لابد ان كل واحد يقف مكانه وينتظر التحقيقات وبلاش الشائعات. ايضا لان استمرار التحقيقات تحتاج الى كتمان في الاول حتى تصل الى تحقيقات صحيحه. طبعا مش من السهل، مش سهل احنا يعني كل ما يتم التوصل لنقطه او لخيط يعني يتم الاعلان عنه. نعم صحيح. طبعا
قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية شن هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يصدر أوامر نهائية بشأن ذلك بعد. احنا هنا عودة للمشكلة أو الأزمة الأكبر اللي موجودة في المنطقة. المشكلة ليست مشكلة إيران وأمريكا ولا إسرائيل ولا دول الخليج، لكن مشكلة عالمية، والمنطقة بتتأثر بيها، وإحنا بنشوف والعالم كله تأثر والعالم بيها اتأثر بيه حقيقة. وأول نعم. تأثر بهذا المجال الدول القريبة منه، إحنا مصر تأثرت بيه اقتصاديا طبعا. وتأثر بيه أصلا، فبالتالي هنقول ان في حركه دبلوماسيه وسياسيه من مصر، واحنا شفنا في نتائج لهذه الحركه، لكن في تعنت هنقول من احد الجانبين او من الجانب بتصل الى مرحله تبدا ما بدا الصفر. نعم. ما تعلنه هذه الموقع الامريكي هو جس نبض، جس نبض اللي يحدث على مستوى العالم، وجس نبض لايران واحدث من ذلك، ان هو يشوف الدنيا رد الفعل هتكون ايه وهتكون نتائجها ايه، وهي ليست بالموضوع اليسير. وهم فكروا النهارده دلوقتي يضربوا في ايران، ما بيضرب الاقتصاد، فضرب الاقتصاد يؤثر ويضرب قطاع الطاقة، قطاع يعني هو الطاقة، التهديد بقطاع الطاقة، لأن نعم. قطاع الطاقة مصر الإيرادات الاقتصادية الأساسية، فبالتالي ما أضرب أنا المصدر الرئيسي كده، فأنا بأثر سياسيا وحربيا وعلى الوضع يعني، لأن النفط والغاز كما نعلم جميعا هو شكل لنا أساس الاقتصاد، فعندنا ضرب، عندنا النهارده تدمير هذه المؤسسات، أنا دمرت الدولة بأكملها يعني، نعم. وقفت كل حاجة. استهداف هذا القطاع أيضا برضو بيعني زيادة الضغوط، هو بيضغط دلوقتي، بيضغط عشان يوصل إلى حلول على طهران، حلول سواء ترضخ للمطالب الأمريكية، ترضخ لأي شيء، فهو ضغط بصورة مختلفة نعم. على إيران. نعم. طب ليه دلوقتي؟ ليه هم دلوقتي بيفكروا في الطاقة في الحرب المبتدئة بقى لها فترة؟ لأن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في تعثر في المسارات السياسية أو الدبلوماسية، فده بيؤدي النهارده دلوقتي ياخد منحنى آخر بحيث يوصل للي هو عايزه، يعني بيضغط باتجاه الاقتصادي عشان يصل الى الاتجاه السياسي والدبلوماسي، هو عايز يوصل لهذه المرحله بصوره ايا كانت الصوره يعني. ايضا سعي واشنطن لهذه زياده الضغط على ايران من اجل تغيير سلوكها. النهارده رد الفعل من ايران، وهو عايز يضغط بحيث ان هي ايران تغير سلوكها، ودي حاجه نقطه من النقاط المهمه جدا ان هي عايزه تغيرها بحسب التقرير الامريكي اللي بتقول كده، مش انا اللي بقول يعني، هم عايزين تغير سلوكها. نعم. طيب ايه الاهداف المحتمله اللي هي حاجه زي كده؟ اولا لو هي منشآت إنتاج النفط في إيران، مرافق التخزين وتصدير النفط هو عايز يضربها، البنية التحتية للطاقة عايز يدمرها، مع تأكيد ان هذه مجرد، معلش احنا بنأكد عليها ان هي مجرد سيناريوهات فقط، وليست هتنفذ على أرض الواقع. نعم. لأنها مش أحداث مهددة وخلاص هتنفذ يعني. لكن هو بيعمل أكثر من سيناريو للمرحلة القادمة، يعني مش واخد في اتجاه واحد. وليه بيستهدف الطاقة؟ زياده الضغوط الاقتصاديه احنا قلنا على ايران. احتمال تراجع صادرات النفط الايرانيه هيأثر على العالم وهيأثر على ايران مستقبلا. طبعا. هيأثر على حركه النقل الموجوده حاليا. اضطراب في سوق الطاقه العالميه، فهيأثر ان كل الدول هتتحرك، لان ليست في ايران فقط. ودي مشكله ايضا. هيكون في ارتفاع محتمل في اسعار النفط، وده مهم جدا. اذا تسعى نطاق التصعيد هيكون ليست على ايران فقط، ولكن على امريكا وعلى العالم كله اعظم يعني. هيأثر زي ما قلنا على المنطقه. طب زياده بقى في النقطه دي اللي هيحصل، هيكون في زياده تصعيد عسكري. ايران مش هتتفرج عليك يعني، معلش انت مش هتضرب النهارده، مش هتتفرج عليك طبعا. تهديد امن الملاحه في الخليج ومضيق هرمز، دي مشكله تانية كمان لان دي لها تاثير مباشر على الاسواق العالميه زي ما قلنا. في قلق دولي من اتساع دائره المواجهه، لذلك في تحرك من اكثر من دوله، واولها مصر ولها وضعها وكيانها، وفي مشاورات ان هو يتم احتواء الموقف اكثر من ذلك ويتم انتهاء الوضع، لكن في ايدي خفيه كما نعلم جميعا بتتحرك علشان الموضع يستمر، لانهم هم المستفيدين وليس الوضع الباقي. ردود الفعل المتوقعه، ايران بتأكد برضو ان هي مش هتقعد تتفرج، هترد بقوه سواء عسكريا او اقتصاديا، وليست على امريكا فقط، ولكن على المصالح الامريكيه في الدول المجاوره. واحنا شفنا في الوضع اللي فات، وشفنا استنكار مصر لهذا الموقف. انت النهارده
في بيتكلم عن المواجهه مباشره مع امريكا، هو لا يستهدف امريكا مباشره، ولكن في المصالح الامريكيه في دول الخليج والاوضاع الموجوده حاليا دلوقتي يعني. نعم. في انعكاسات اقتصاديه هيحصل انعكاسات ليست طبعا مش سهله، أضرار بالعكس ضخمة كمان قويه يعني وضخمه اقتصاديا. ضخمه جدا. نعم. احتمال ارتفاع احنا قلنا اسعار النفط، نعم. زياده تكاليف النقل ايضا هتزيد، ما انت النهارده في مشاكل فهتزيد فهتاثر، والتامين البحري هيزيد. تاثيرات على اساس الامداد ايضا والتجاره العالميه هتتاثر بيها. في انعكاسات محتمله على معدلات التضخم عالميا، وده اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت، نعم. وقد تستمر وتزيد معانا. لكن في الرسائل السياسيه هي استخدام الضغط العسكري حتى تصل امريكا الى الايه، الى أعلى نتائج أو اعلى نتائج استفادة، ليها، أعلى عشان استفادة هي. عشان تستفيد ليها وتوصل نعم. للمرحله اللي عايزاها. ما يجري حتى الآن هو مرحلة دراسة للواقع، وليست نعم. خطة موجودة، ولكن هيكون في رد فعل من إيران، والوضع ليس بالسهل. لكن إن شاء الله نتمنى يكون في احتواء لهذه الأزمة حتى لا يتأثر الجميع بها. نأمل جميعا نأمل يعني، كده. لأنه نعم. العالم كله أصبح يعني بيعاني من آثار هذه الأزمة أو ودي هذه مشكلة الحرب. كبيرة جدا. انت ده الوضع حقيقي. ليست بين امريكا وايران، وضع عالمي، نعم. لان دي من الدول من اكبر الدول المصدرة للنفط، وعندنا دول الخليج ومضيق هرمز، بالظبط. وبنتكلم عن تجارة عالمية، وبنتكلم وليست معلش عفوا ايران آه. فقط، دول نعم. الخليج كلها بتعاني. بتمر من مضيق هرمز بالنسبة لايران. ده حقيقي. فتأثير ليست على ايران فقط، ولكن على دول الخليج اجمع يعني. صحيح. إلى الداخل أو الشأن الداخلي، حيث شهد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة هارفارد ممثلة في قطاع التعليم المهني لإطلاق برنامج تدريبي متخصص لتمكين قيادات المدارس بعنوان تمكين قيادات المدارس في مصر، تعزيز القدرات المدرسية وبناء القيادة الاستراتيجية. احنا بنتكلم عن إضافة جديدة بالنسبة للمدارس وللتعليم المهني. نعم. اتكلمنا عن السياسة ودخلنا في الاقتصاد واتكلمنا عن الحروب، لكن ناجي نصل إلى مرحلة فعلا كويسة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا. نعم. بنتكلم لماذا هذا التعاون؟ ليه التعاون ده هيفيد بإيه؟ نعم. لا، التعاون ده هيفيد بحاجات كتير جدا، وهذا التعاون سيكون عجلة أو ترس في عجلة الاقتصاد أو التقدم الاقتصادي. نعم. الاستفادة من الخبرات العالمية أيضا في نعم. مجال القيادة التعليمية. احنا حاليا نستفيد من الخبرات العالمية في هذا المجال. تطوير الأداء الإداري، نطور الاداء الاداري الموجود داخل نعم. المدارس، محتاجين ان احنا نطوره. فاحنا صحيح. التطوير ده هينعكس على العمليه التعليميه، هينعكس بالايجاب طبعا. فهذا تطوير، يبقى احنا بناخد الاتجاه العالمي ونستفيد منه. الاداء الاداري، اعداد كوادر تمتلك مهارات نعم. التخطيط واتخاذ القرار، وده مهم جدا ان يكون عندي كوادر ليست وزي ما احنا يمكن اتكلمنا قبل كده، يكون في سلسله، يعني جيل يسلم جيل، يكون في جيل موجود، بحيث ان احنا يكون عندنا الكوادر ديت اللي احنا نستفيد بخبراتها، وهي تفيد ايضا بهذه الخبرات. يعني احنا بنتكلم هنا عن 220 من قيادات المدارس، يعني ده رقم كبير برضه. نعم، احنا بنقول احنا كده بناخد الاتجاه ان احنا بنوجد كوادر موجوده ان هي تساعد في العمليات التعليميه واداريه وغير ذلك. وهذه الكوادر ستنقل الخبره الى غيرها ايضا، يعني ليست ال 220 فقط، ال 220 هيوصلوا ل 500 وال 500 ل 1000 لما بعدها. ايضا مواكبه افضل الممارسات الدوليه في اداره المؤسسات التعليميه. احنا دلوقتي حاليا انت لسه منفصل على العالم، ولكن انت متصل بالعالم، ولابد ان تواكب هذه التطور العالمي في التعليم، ولابد ان يكون لك بصمتك العالميه الموجوده من الجامعات والمدارس العالميه. طب ايه المقصود بالقياده الاستراتيجيه اصلا، او بالقياده اللي احنا اللي يقصدوها؟ هو وضع رؤيه واضحه للمؤسسه التعليميه. ان هم محتاجين او هم في هذه التدريب وضع رؤيه واضحه للمؤسسه التعليميه. طيب التخطيط طويل المدى، ان انا ما يكونش التخطيط عندي سنويا و5 شهور و3 شهور في الاخر ان انا افكر في اللي جاي واللي بعده. لا، تخطيط طويل المدى بيكون ليه نتائج سريعه ونتائج فعلا نلمسها على ارض الواقع. نعم. ايضا اداره التغيير بكفاءه، ان احنا نغير بكفاءه الموضوع. النهارده لما يجي عندي قيادات ويجي قيادات بعديها، فيكون عندي كفاءه، لما يكونش عندي فجوه بين الادارات، فجوه بين الاداره، فجوه بين التعليم، الفجوات دي ما تكونش موجوده اصلا. يعني اتخاذ القرارات المبنيه على البيانات، يعني ما اخدش قرارات وانا قاعد في مكاتب. صحيح.
هتكون مبنيه على بيانات، وعندي دراسه كامله ليها، وعندي الاستبيان كامل لهذه، فاقدر بناء عليها على هذه البيانات الواقعيه وليست كده ان ناخد عليها الايه القرارات بتاعتي. بناء فرق عمل فعاله، ان يكون عندي فرق عمل فعاله، انني فعلا من خلالها اقدر اصل اللي انا عايز اوصل له، واشتغل على خلال على المنظومه كامله، المنظومه التعليميه. إدارة الأزمات وتحسين الأداء المؤسسي، إن إحنا إزاي ندير الأزمات ونأسس، وتحسين الأداء المؤسسي فعلا، إن إحنا نوصل لمرحلة إن إحنا فعلا نقدر نوصل لهذه المرحلة. طيب نعم. الفئات المستهدفة اللي إحنا لو قلنا دي مستهدفة اللي إحنا مستهدفينها إيه؟ مم. مدير المدارس، وده رقم تمام. واحد. لما يكون مدير صحيح. المدرسة على كفاءة عالية وعنده خبرة وعنده قدرة وعلى القيادة وما ذلك، هيقدر يدير المؤسسة اللي عنده، ويقدر يطلع بنتائج فعلا ممتازة، ونقدر نوصل للنتائج اللي احنا بنرجوها. ويقدر يوجه كمان، يعني من يليه في القيادة يوجههم أو يدربوا، يعني يؤهلوا بصورة أكاديمية واضحة يعني. نعم، هو نعم. وجوده ان هو النهارده القيادة الموجودة في المؤسسة، نعم. فهي قيادة انت مسؤول عن المؤسسة كاملة، آه. ان انا اوصل بيها لمرحلة الامان والقيادة، ان انا ما اكونش انا الحاكم اللي في المدرسة ديت او الموجود في المدرسة ديت، ان يكون رأيي هو السديد، لا، ما انا باخد الاراء والبيانات والموجودة، فبالتالي حصل النتائج المتكاملة، او نقول فريق العمل المتكامل. نعم. فده المستهدف. القيادات التعليميه، القيادات التعليميه على مستوى المحافظات وعلى مستوى المؤسسات الإدارات التعليميه التعليمية. كامله، دي نعم. مستهدفه. مسؤول الادارات المدرسيه برضه مستهدفه في هذا البرامج. القيادات المرشحه ايضا لتولى مناصب اداريه مستقبلا، اللي مش موجود حاليا، اللي هو اللي هي نقول نقل الخبرات الى القادم وليس الموجود حاليا. طب اهداف البرنامج اللي احنا شفناه، نعم. رفع كفاءة القيادات المدرسية، ودي رقم واحد، ان احنا نرفع القيادات، نرفع الكفاءة، تحسين جودة الإدارة وداخل المدارس، تعزيز ثقافة الابتكار والتطوير، وده مهمة، ان احنا يكون في جديد، ما يكونش التعليم الروتيني زي ما بيقولوا. نعم. دعم التحول نحو تعليم اكثر جودة وكفاءة، ان احنا بناخد ان احنا فعلا عشان ننافس عالميا وننافس على مستوى عالي، وان احنا يكون عندنا الكفاءات اللي احنا بنتكلم عنها، اعداد قادة قادرين على تحقيق اهداف الوزارة، ودي مهمة جدا. نعم. فبنوصل للمرحله اللي احنا عاوزين نوصل لها في التعليم. طيب في ايه اهميه التعاون احنا مع جامعه هارفارد؟ احنا هنستفيد منها ايه؟ لا، هنستفيد الاستفاده من خبره واحده من ابرز الجامعات العالميه، يعني مش جامعه طبعا. على مستوى قليل، عالميه، فهنستفيد منها. نقل احداث النماذج الموجوده في القياده والاداره التعليميه، هنستفيد منها في نقل هذا. تطوير القدرات وفق معايير دوليه، احنا بنتعامل دوليا وليس محليا. بناء شراكات تعليميه بيننا وبين الجامعات وبين المؤسسات التعليميه. تحديث المنظومه الموجوده حاليا المصريه، وينعكس ذلك التدريب ايضا زي ما احنا قلنا على العمليه التعليميه، هنعكس عليها. تحسين بيئه العمل داخل المدرسه اصلا بكل اللي احنا قلناه من مديرين وقيادات وتوجيهين وكله، هتتعكس داخل المدرسه. رفع كفاءه المعلمين، وده مهمه جدا. صحيح. ومن خلال قياده اكثر فعاليه، القياده الموجوده هترفع كفاءه المعلمين. تحسين مستوى الخدمات التعليميه الموجوده ايضا، صحيح، بالتغيير الموجود والمقدم للطلاب. تعزيز الثقافه اللي هي الموجوده، الجوده والتقييم المستمر دايما ما تكون موجوده. الثقافه دي بدات فيها مصر من سنوات طويله، وبدات فيها فعلا بصوره مهمه جدا، صوره كويسه، فبالتالي احنا عايزين نحسنها. زياده القدره على مواجهه التحديات التعليميه، في محددات ان احنا نزودها. ارتباط المبادره برؤيه الدوله كامله، في رؤيه للدوله ترتبط بها التعليم برؤيه الدوله. فدي اهداف 2030 بالنسبه لمصر، ودي مهمه جدا، من اعداد القيادات والحاجه كله. فاحنا بنوصل لمرحله ان التعليم هو اساس. احنا قلنا التعليم والصحه رقم واحد اللي بتبني المواطن الصحيح، فما نوصل بالتعليم والصحه الى ذلك، خلاص وصلنا الى المرحله القياده العالميه. نعم، إن شاء الله نأمل كل الخير تحديدا في ملف التربية والتعليم لأنه مهم جدا. إلى فاصل، وبعد الفاصل أبرز الأخبار من خلال المواقع الإلكترونية للصحف القومية. نبدأ ببوابة الأهرام. بدأ اليوم السبت أعمال تلقي طلبات تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2026-2027، وذلك وفقا للبروتوكول المنظم للتحويل بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، على أن يستمر استقبال الطلاب حتى يوم الاثنين الموافق 31/8/2026.
وأكد القطاع أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025-26 يمكنهم الالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية بعد اجتياز البرنامج التأهيلي المقرر وفقا للقواعد والشروط المنظمة لذلك. دكتور، احنا هنا بنتكلم عن انه في يعني تم فتح باب التحويل من التعليم العام الى الازهري، وانه هيتم القبول حتى 31 اغسطس الجاري. ف يعني بنتكلم عن نقلة مهمة، لانه ناس كتير او يعني اولياء امور كتير حابين انهم ابنائهم يلتحقوا بالتعليم الازهري. احنا عندنا التعليم العام والتعليم الازهري، والاثنين مكملين بعض وليس ضد بعض، لكن التعليم الازهري عنده تخصص في بعض المواد الخاصه به اللي هي المواد الفقهيه وغيرها. فلذلك من يحب ان ينتقل من التعليم العام الى التعليم الازهري لابد ان يواكب هذا التدريب، وليست هي لما فتحوا الشروط اللي فتحها الشيخ الازهر ليست تعجيزيه ولكن تاهيليه. هنقول تأهيلية اللي هو درس في التعليم العام وعايز يدرس النهارده في التعليم الأزهر، فلا بد يكون عنده برنامج علمي وتعليمي يسبق له الالتحاق بالثانوية العامة. ان هو يبدا بحيث ما يدخل الثانويه العامه لا يصطدم بما يحدث من المواد الموجوده والمواد الفقهيه وغيرها، فيكون سبب لنكسه علميه بهذه الطلاب ولا المؤسسه التعليميه اجمع يعني بيمهدوا للطالب نفسه هو مقبل على ايه، نوعيه المواد اللي هيدرسها ايه لما يلتحق نعم، هو يهدف الى اعداد القادمين من التعليم العام الى من التعليم العام للتعليم الازهري للدراسه داخل الازهر. فانا النهارده عشان ادرس داخل الازهر لابد ان اواكب هذا التعليم الموجود داخل الازهر، وفي اختلاف في المواد، مجنون اختلاف في المواد، في تخصصات في المواد. الازهر الازهر يتخصص ليه تخصصات، فهو لان الازهر يركز على العلوم الشرعيه عامه واللغه العربيه والثقافه، بتختلف عن التركيز التعليم العام اللي هو المواد العلميه اللي موجوده، تختلف عن الاثنين. الى جانب تنميه المهارات الاساسيه اللي موجوده في المطلوبه النهارده. الطالب اللي هيجي لابد ان يكون عنده تنميه من المهارات الاساسيه المطلوبه، فلا بد ان يصل الى المرحله اللي تؤهله ان هو يكون طالب في الازهر. لماذا اتخذ الازهر هذا القرار؟ لم يتخذوا عنوان الازهر، بل عايز يعالج الفجوه التعليميه بين التعليم العام والتعليم الازهري. نعم، لان في فجوه تعليميه بين الازهري، فهو النهارده اللي هيلتحق في الفجوه دي بحيث ان هو يعالجها قبل الالتحاق بالازهر. ضمان قدره الطلاب ايضا برضو على مواكبه المناهج الازهريه. في مناهج ازهريه موجوده، فالطلاب لابد ان تواكب هذا المنهج. رفع مستوى التحصيل العلمي، ان النهارده بديك دورات ان انت عندك رفع التحصيل العلمي، وشفنا ما شاء الله التعليم في الازهر والنتيجه ما شاء الله كويسه، ودي حاجه مشرفه يعني لهذا التعليم. الحفاظ على جوده المخرجات التعليم الازهر الازهري، في المخرجات لابد يحافظ عليها، بحيث ان اللي هيدخل جزء جديد ان ما كانش عنده القدره فبالتالي مش هيوصل للمرحله المطلوبه منه او التوصل لهذه المرحله. طب الطالب بيدرس ايه في الازهر او المختلف؟ عنده مبادئ الفقه دي مش موجوده في التعليم العام، العقيده مش موجوده في التعليم العام، التفسير، الحديث الشريف ده مش موجود، النحو والصرف، البلاغه في نحو وصرف بس مش بنفس القوه الموجوده، مش موجود. الثقافه الاسلاميه، عنده مهارات اللغه العربيه. طيب ايه الاستفاده من ده كله او مين المستفيد من ده كله؟ هو طلاب الشهاده العاديه اللي هيستفيدوا من هذا التدريب، اللي هو عايز اللي هم الراغبين في الالتحاق بالازهر. الطلاب الذين لهم برضه ايضا رغبه، اللي هم عندهم رغبه في استكمال تعليمهم داخل المعاهد الازهريه، ده برضه هيستفيدوا منه. طب ايه الهدف من القرار ده؟ الهدف ان احنا قلنا توحيد المستوى العلمي للطلاب، ان النهارده اللي هيدخل النهارده ما يكونش فيه فجوه بينه وبين الطلاب الموجودين، فتوحيد المستوى العلمي الموجود. صعوبات الدراسه في الصف الاول الثانوي الازهري صعبه وليست سهله، فلا نقول ايه ان هو تاهيل الطلاب لذلك. تحسين جوده العمليه التعليميه الازهريه، ان انت اللي جاي النهارده هتكون داخل في نفس المستوى. اعداد الطالب علميا قبل بدايه الدراسه، يعني يكون فعلا يكون موجود. طيب في فوائد متوقعه، في فوائد متوقعه. طب ايه الفوائد المتوقعه من عندنا؟ ارتفاع نسب النجاح، ما هتحسن بالنسبه لي نسب النجاح، هستفيد منها. طيب تقليل التسرب الدراسي، ما يحصلش مشكله عندي وعندي قلق موجود، والقلق ده اللي موجود عندي فيوصل لي عمليه تسرب دراسي. تحسين الاداء الاكاديمي، وده مهمه جدا، ان بحصل الاداء الاكاديمي الموجود. تعزيز الهويه الازهريه، وده مهمه جدا لدى الطلاب الجدد، ان انت النهارده داخل في مرحله جديده. في تحديات موجوده، في تحديات موجوده، فضروره الالتزام الطلاب بحضور البرنامج، لانه لو التزم بالبرنامج هتاهلك انك تدخل. طب ما التزمتش يبقى متشكرين وخليك زي ما انت. توفير كوادر تعليميه مؤهله في هذا التدريب، تنظيم البرامج او البرامج عامه بما يضمن تحقيق الهدف منه.
البرنامج نفسه هيكون تمام. هو ان انا ايه الاهداف منها، فلا بد مم. يكون على مستوى القدره، متابعه نتائج التطبيق وتقييمها، ان اطبق واقيم. نعم. لكن هتوصلنا رسائل برضه تربويه، اللي هو جوده التعليم تبدا منين؟ من حسن الاعداد. اه ابدا التعليم من حسن الاعداد، صحيح. في اعداد عندي جيد مم. هتوصل لمرحله حسن اللي هي جوده التعليم. نعم التاهيل المسبق زي ما احنا قلنا يرفع فرص النجاح. صحيح. لو في عندي تأهيل مسبق اه هيرفع فرص، ما فيش تأهيل نعم. مش بالعكس هيكون النسبة أقل. مم. تطوير التعليم أيضا بيحتاج إلى معايير، وهذه المعايير مم. واضحة للقبول، إن احنا مطلوب تكون اه واضحة للقبول. نعم. دي رسالة بتقدمها هذا الخبر، إن احنا بنقول في الآخر كله متكامل، لكن احنا بنأهل المجموعة اللي داخلة آه. حتى لا يكون هناك ما يكونش حتى لا يكون هناك فجوة تعليمية، صحيح. قدرة يكون في نعم. نسبة النجاح مرتفعة، مم. ودي اللي احنا عاوزين نوصل له. صحيح. نتمنى النجاح والتوفيق للجميع، اللهم آمين. لكل ولادنا. من بوابة الأخبار أيضا خبر تحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية الشريكة برنامجا تدريبيا مكثفا استهدف بناء قدرات وتطوير الأداء لفرق العمل الطبية والإدارية العاملة في عيادات مشروع تنمية الأسرة بالمحافظات. احنا بنتكلم هنا عن جانب الصحة وقد ايه وزارة الصحة مؤخرا يعني بذل جهود غير عادية. يعني احنا نعرف اطباء ما بيروحوش، ما بيخرجوش من المستشفيات عشان يقدموا الخدمة الطبية ويكونوا متواجدين دايما لأداء الخدمة الطبية لكل المواطنين. فاحنا هنا بنتكلم عن نوعية كمان مختلفة بالتعاون ما بين وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، وبرنامج مكثف الهدف منه بناء قدرات وتطوير الأداء لفرق العمل الطبي. احنا اتكلمنا عن نقطتين، قلنا التعليم وقلنا الصحة، وهم ده أساس تقدم الدول. صحيح. احنا خدنا جانب التعليم وشفناه من اكثر مجال، وفي عندنا دورات تدريبيه، وشفنا التنسيق بين الجامعات العالميه، وشفنا نعم. الازهر ما يفعله الازهر في التعليم. وديت اصلا يعني كل زي ما بيقولوا كل جندي في مكانه بيأدي ما عليه حتى نصل الى فعلا الى العالميه اللي احنا بنتكلم عنها. نعم. وقوتنا ان احنا ما ننزلش عنها. اتحركنا من حاليا دلوقتي من التعليم الى الصحه، وشفنا وزاره التضامن اللي هي البرامج التدريبيه ايضا. يبقى احنا واخدين كل البرامج التدريبيه سواء في مجال الصحه في مجال التعليم، برامج تدريبيه نعم. لرفع الكفاءة فرق العمل اللي عندها والموجود. والمبادرة بتأتي ضمن خطط الدولة لتطوير الخدمات، يعني هي مش مستقلة، لكن في خطة للدولة متكاملة على مستوى المؤسسات العامة التعليمية وغيرها والصحية، ان احنا نرفع الخدمات الموجودة. طيب عيادات تنمية الأسرة زي ما انت بتقول تفضلت حضرتك، نعم. قد يكون الطبيب او الطبيبة او اللي موجودين بالعاملين بالمستشفيات ما ممكن ما بروحش، لانه فعلا هو عنده مسؤوليه كبيره جدا لابد ما يقدرش يمشي بيها. قد يكون تلاقيه قاعد، ممكن تدخل المكان تلاقيه منهك وقاعد، لكن هو وصل لمرحله فعلا ما يقدرش يتخلى عن واجبه الوطني. وحدات تقدم اللي هي عندنا اللي هي العيادات بتقدم عندنا خدمات متكامله للاسره المصريه. متكامله للاسره من الالف الى الياء، من سواء من الرعايه، من التحليل، من العلاج، من غيره. وتهتم بالصحه الايجابيه، ودي مهمه جدا، مش هنقول السلبيه او التوعيه الاسريه. نعم. ان انا ابدا زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج. نعم. فهي التوعيه الايجابيه مهمه جدا، ان انا حتى ما اوصلش الى العلاج، فانا باخد بالاسباب من الاول، ودي مهمه في التطوير اللي بتكلم عليه وزاره التضامن. مهمه جدا ان انا باخد النهارده ايجابيا، او نقول التوعيه الايجابيه. نعم. وبتقدم الارشاد النفسي والاجتماعي للاسر كامله، تقديم الارشاد النفسي والاجتماعي. اي اسره بتدخل ايا كان اللي مطلوب منهم بيقعد معاهم حد خبير بيتكلم في هذا المجال. بتسهم في دعم ايضا الام والطفل وتعزيز الاستقرار، ودي مهمه جدا. ان احنا الاستقرار الاسري مهم، ان هو يبدا توعيه مهمه قوي في نعم. هذا الجانب يا دكتور. احنا بدانا من دلوقتي. نعم. بنبدا من الطفل من صغره، ويكون في توعيه للام بالطفل والتعامل وغيرها وما ذلك، ورعايه الطفل. ما انت بترعي مجتمع، مش طفل. نعم. بترعي مجتمع. صحيح. وبتشيلي عبء عن الاسره، يعني الاسره كامله. ان انت النهارده التوجيه والصحيح والرعايه الايجابيه زي ما احنا بنقول عليها. نعم. طيب وتعمل بالتنسيق ايضا مع الوزارات والجهات المعنيه، ليست كل في حاله زي ما احنا قلنا، كل واحد لبنه في بناء المجتمع كله، سواء تعليميه او تدريبيه او تعليم، كله في نفس المجال. نعم. طب البرامج التدريبيه دي ايه الاستفاده منها؟ رفع كفاءة برضو أيضا العاملين علميا ومهنيا، دي رقم واحد. بنرفع الكفاءة بتاعتهم بحيث إن هو يقدر يقدم ويقدر يؤدي بالصورة الصحيحة. توحيد معايير تقديم الخدمة،
تقديم الخدمه، توحيد المعايير بتاعتها، يكون احنا عندنا حاجه ثابته نتحرك من خلالها. تطوير مهارات التواصل ايضا مع المواطنين، بترفع من مهارات التواصل مع المواطنين. مواكبه احدث اساليب العمل في مجال التنميه الاسريه. ان احنا مش هناخد احنا زي ما بيقولوا ايه الريتم القديم، لا احنا لازم كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، وان احنا نوصل لمرحله ان احنا فعلا نوصل لهذه المرحله. طب البرامج دي بتتضمن ايه؟ هتضمن عندي اكتر من حاجه. رقم واحد، تنميه المهارات الفنيه للعاملين، ودي مهمه جدا. يبقى انا رفعت المهاره بتاعته. اداره الحالات الاسريه بكل انواعها واقدر اسيطر عليها، سواء ايجابيا سلبيا ايا كان اقدر اسيطر عليها. مهارات الاتصال والارشاد للمجتمع، اللي احنا بنقول ان احنا الوقايه خير من الايه؟ من العلاج. صحيح. التعامل مع المشكلات الاسريه والنفسيه وازاي نحلها. ما نسيبهاش تتفاقم، قد تكون بسيطه في البدايه، وقد يكون شيء بسيط فاحنا نوصل لمرحله نقدر نحلها ونعالجها، فنوصل الى المرحله الايجابيه اللي احنا بنتكلم عنها. استخدام برضو ايضا النظم الرقميه في متابعه الحالات. الموضوع ما عادش بالورقه والقلم، لا لا لا، بالنظم الرقميه، ونقدر النهارده نوصل لنتائج ايجابيه كويسه جدا. ايضا من خلال هذه المنظومه تعزيز العمل الجماعي داخل فرق العمل، مش كل واحد شغال مع نفسه يعني. بيستهدف ان هذا المجال فئات مستهدفه، بيستهدف الاطباء، بيستهدف عندنا الاخصائيون الاجتماعيون، الاخصائيون النفسيون، فرق التوعيه بيستهدفها ايضا، العاملون بميدان تنميه الاسره. وتستهدف وزاره التضامن ايضا تحسين جوده الخدمات الاجتماعيه، وده مهمه جدا، رقم واحد بالنسبه لها لان ده تخصصها. رفع كفاءه الكوادر البشريه، وده مهمه جدا ايضا. دعم استقرار الاسره المصريه، وده شيء يعني كلنا نطلبه. تقديم خدمات اكثر احترافيه للمواطنين جدا، يعني الخدمات مش حاجه كده تلقائيه ولا ايا كان، زي ما قلنا. تعزيز التنميه البشريه الموجوده داخل المجتمع، وترتبط هذه المبادره زي ما احنا قلنا برؤيه الدوله ارتباط كامل، وده مهمه ان احنا نوصل لهذه المرحله. فاحنا خدنا كل زي ما بنقول كل المؤسسات في اتجاه واحد بحيث نصل الى مرحله التكامل، وهو المواطن المصري. ده حقيقي، ده هدف يعني من اهداف جمهوريتنا الجديده، تطور الانسان المصري. إلى بوابة الجمهورية وصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت عن ضبط حوالي 6 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة على عدد من المخابز السياحية، وتم اتخاذ اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق. احنا بنتكلم هنا برضو عن متابعة بقى يعني الحملات التموينية للتأكد من عدم استغلال الدقيق المدعم أو غيره. يعني ضبط الأسواق دي مهمة. قبل ما نتكلم عن ضبط الأسواق والرقابة الإدارية والرقابة العامة والشرطة وما ذلك، بنوجه رسالة للمواطن نفسه. المواطن مستغل، يعني النهارده أنت بتتاجر في قوت الشعب، بمعنى هذا ليس من حقك، وهذا الربح ليس من حقك، فهذا حرام شرعا ان انت النهارده تدخل في متاهه، انت مخالف قانون، مخالف دوله، مخالف دين، مخالف كل شيء. الدعم من الدوله نازل للمواطن الذي يستحق، لان حتى اصلا المواطن الذي لا يستحق ويأخذ حاجه لا يستحقها فانت ظالم لنفسك وظالم للدوله، وان انت عكس القانون. الدوله النهارده بتوفر للمواطن الذي يستحق، فالاولى بالمواطن ان هو يكون سبب او يكون عجله ان هو نقدمها للي يستحق، فدي المهم. احنا اتكلمنا عن الاجهزه التعليميه واتكلمنا عنها النهارده الاجهزه الرقابيه. لا يشعر احد ايا كان من انت ان انت بعيد عن الرقابه وبعيد عن الدوله وبعيد عن التطور الموجود حاليا والوصول اليه. فانت لو النهارده خالفت الدوله في شيء، انت الصبح هتلاقي نفسك موجود ايا كان، هتيجي يعني زي ما بيقولوا يعني. فالخبر ده مهم جدا، لان الدقيق المدعم يعد انت اكل قوت، يعد من السلع الاستراتيجيه المرتبطه اصلا بالامن الغذائي. بتتكلم في حاجه، ما بتتكلمش انت في رفاهيات، ما بتتكلمش انت في كماليات، انت بتتكلم في قوت الشعب. فبالتالي لابد ان يكون القانون رادع له، وبالفعل هو رادع يعني. الحفاظ عليه يعني ضمان وصول الدعم الى مستحقيه، ودي الاهم. ان الدوله تتحرك ان الدعم النهارده يصل الى مستحقيه وليس الى من لا يستحق. واي تلاعب في الدقيق المدعم ينعكس مباشره على ايه؟ على توفر رغيف الخبز صحيح للمواطن، على المواطن وجودته ويستحقه. ولذلك الحملات التموينيه لها اهداف. الهدف الاول منع تهريب الدقيق المدعم،
ان انت النهارده ان بنعمل ان هو المدعم ان هو ما تهربش النهارده صحيح. ويصل الى الناس بيتباع بصوره لمكاسب ماديه لاشخاص لا تستحق. صحيح. مواجهه السوق السوداء اللي موجوده حاليا، زي احنا كنا بنتكلم في السوق السوداء، ان انت النهارده بتواجه السوق السوداء اللي موجوده حاليا، ما انت النهارده هتصل ليها اجباري اذا انت ما تابعتش ليها. نعم. ضبط المخالفات داخل المخابز وده مهم جدا، وفي حركه من الاداره التموينيه فعلا وحركه مستمره، فبالتالي في رقابه وبالتالي بتوفر الوضع العام. ضمان انتاج الخبز اللي احنا بنتكلم عنه بالمواصفات والاوزان المقرره وده مهمه نعم. جدا، صحيح. ديت مهمتها. حمايه المال العام والدعم اللي تتحمله الدوله ان هو يوصل، احنا زي ما قلنا، يوصل الى مستحقيه. ابرز المخالفات اللي هي تستهدفها الدوله: تجميع الدقيق مدعم وبيع في السوق السوداء، وده بيصل. نعم. وانا بقول ديت مش ليست مطالبه برضو من الشرطه فقط ولا من الحملات التموينيه، ولكن مطالبه ايضا من المواطن. المواطن الذي يرى نعم. جاره في الشارع، مواطن ايا كان، يتلاعب بذلك او بلغ عنه. نعم. لان انت نعم. كده هتحاسب زيك زيه، هتحاسب حتى بينك وبين نفسك ان انت ازاي هتكون راضي ان واحد يستغل ذلك ضد الدوله. نعم. التصرف في الحصه المخصصه للمخابز ودي مهمه جدا. نعم. نقص وزن الرغيف، ما هتصل بقى في السوق السوداء يوصل نقص نعم. وزن الرغيف، ودي برضه فيها عليها رقابه. عدم الالتزام بمواعيد التشغيل بحيث ان يتهرب. التلاعب في في سجلات الانتاج اللي بتاع البطايق بتاعت المواطنين. صحيح. ايضا بتاثر على الحملات دي على المواطن، طبعا بترجع الحق لاهله زي ما بيقولوا او لاهله. ضمان توافر الخبز المدعم والحفاظ على جوده الرغيف. فدي رساله للمواطن قبل ما تكون لاي حد، ان انت مسؤول مسؤوليه كامله ان انت فعلا تحافظ على ذلك. نعم. دكتور عطايا، ويعني مشاهدينا إلى فاصل، وبعد الفاصل أخبار المحافظات. احنا خلصنا ده، احنا قربنا. ونبدأ أخبار المحافظات بالقاهرة، حيث أجرى دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية بحي المعادي لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، إلى جانب متابعة جهود تطوير الشوارع والميادين. احنا بنتكلم هنا عن متابعة دكتور إبراهيم صابر، الحقيقة يعني محافظ نشط جدا. بنتكلم عن هنا كمان زيارة للأحياء والمتابعة النظافة والتخلص من الإشغالات. احنا تذكر حضرتك في حلقة سابقة كنا اتكلمنا ان حاليا النهارده المسؤول ما عادش يقعد في المكتب بيتابع من خلال المكتب بتاعه، بالعكس بينزل، ودي من انشط المحافظين الموجودين محافظ القاهره ان هو بينزل فعلا للشارع ويشوف المتابعه الموجوده حاليا. النهارده اتكلمنا عن التعليم والصحه ووصلنا للي احنا وصلنا ليه. ايضا نظافه الشوارع والتطوير الموجود ده مهمه المحافظ، ودي حاجه مهمه جدا. والجولات الميدانيه المهمه ديت بتسيب اثر عند الجميع. في متابعه بالنسبه له، في متابعه سواء الموظف سواء العامل سواء كان في متابعه من الموسعين من المحافظ، دي حاجه ليست سهله. فالوقوف على الواقع بعيدا عن التقريرات او التقارير، النهارده على الواقع، ان انا النهارده من خلال الواقع متابعه تنظيم التكليفات اللي هو اديها المحافظ من خلال الجولات بتاعته التنفيذيه. سرعه حل المشكلات اذا كان في مشكله، لان النهارده ما قابل النهارده مشكله في الشارع هيكون موجوده مع المواطنين مع اي حد هيقدر يحل مشكله، مش هنتظر ان ما تتفاقم المشكله وتصل لمرحله اعلى. بالتقييم ايضا اداء الاجهزه التنفيذيه بشكل مباشر وليس من خلال التقارير. كان من خلال الجوله بيتابع المحافظ اعمال تطوير الطرق والمحاور اللي كانت موجوده، كان بيتابعها. رفع كفاءه المرافق العامه، مستوى النظافه الموجود كان بيتابعها سياده المحافظ. التشجير وزياده المساحات الخضراء ودي مهمه ايضا برضو بتاثر على المستوى العام. الانضباط المروري ودي مهم. وفي حاجه مهمه جدا هي ازاله الاشغالات، ودي مهمه جدا. قد يتغاضى عنها موظف يتغاضى عنها شيء، لكن لما ينزل المحافظ ما عادش فيها اي تغاضي ايا كان الاشغالات الموجوده اللي هي بتاثر على الطرق والمرور وغيرها. متابعه المشروعات الخدميه اللي موجوده داخل المحافظه ودي مهمه. حي المعادي طبعا معروف ان هي اهم الاحياء الهامه داخل المحافظه. يجمع بين المناطق السكنيه والاستثماريه الاثنين. ايضا يتميز بكثافه سكانيه
كبيره جدا، ومنزل المحافظ معناها متابعه وخدميه، يحتاج الى متابعه مستمره من المحافظ وده مهم. هذه الجوله بتحمل لنا رسائل، اهم هذه الرسائل ان التواجد الميداني اساس الاداره الناجحه. التواجد الميداني اساس الاداره الناجحه، وليست المتابعه عن بعد. لا مكان للتقاعس في تنفيذ المشروعات. ودي من الرسائل اللي توصلها لنا الجوله الموجوده. المواطن هو محور الاهتمام زي ما احنا قلنا في التعليم والصحه والنظافه في كل شيء، فمحور الاهتمام. سرعه الانجاز زي ما احنا بنقول مع الالتزام بالجوده، وده مهمه جدا. نعم. وترتبط هذه الجوله ايضا بخطه الدوله. كل هذه الجولات من خلال خطة الدولة العامة. صحيح. اللي هي رؤية 2030 من الدولة. تحسين جودة الحياة، وده مهمة جدا. ارتقاء بالبنية التحتية سواء في المحافظات والمدن وغيرها من ذلك. تقديم خدمات حكومية مهمة جدا أكثر كفاءة. تعزيز التنمية الحضرية، وده مهم جدا. ودي فيها مكاسب المواطن توصل لها، تحسين الطرق والخدمات، تحسين الحركة، تحسين غيرها، تحسين المكان، وده شيء مهم جدا. وبتوصل للمرحلة ان المحور كله هو المواطن. نعم صحيح. من محافظة الجيزة، حيث سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة 23 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين ووضعي اليد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025، وفي إطار جهود المحافظة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين. احنا بنتكلم هنا عن نقطة مهمة جدا، وهي يعني المخالفين، وخاصة في التعدي على الأراضي أو أملاك. يعني فهنا محافظ الجيزة سلم عقود لناس مواطنين تم تقنين أوضاعهم. من أراد الطريق الصحيح فالطريق الصحيح موجود. ده حقيقي. ومن أراد أن يخالف فعليه بالقانون. وده اللي حصل بالفعل. المحافظ الجيزة عندما يسلم النهارده 23 عقدا لتقنين الأراضي اللي هم وضع اليد زي ما بيقولوا عليها. دي هذا حق الدولة ليس حق الأفراد، وبالتالي انت تاخد ملك ليس ملكك، ولكن التقنين تعالى ادفع النهارده رسوم الدولة وادخل في الطريق الصحيح أو المبدأ الصحيح. وده اللي عمله محافظ الجيزة، وده شيء خطوة استباقية ممتازة تأتي في إطار تنفيذ برضه توجيهات القيادة. ان هو النهارده التوجيهات ان كل مكان يكون في تقنين الدوله، واملاك الدوله ليس ملكا لاحد ولن نتركها لاحد، لانها ملك للشعب وملك للجميع. السياسه بسرعه وهي التوجيهات السياسيه بسرعه انهاء الملفات تقنين الاراضي الموجوده اللي هي المخالفه او وضع اليد، وده مهم جدا. تقنين هذه الاراضي اللي هي املاك الدوله، وتحويل وضع اليد الى استخدام الوضع القانوني. وده مهم. انت النهارده انت ماشي مخالف، النهارده هتاخد منك، لا تعالى النهارده عدل وضعك الى الوضع القانوني ولن ياتي اليك احد. وده مهم جدا انك توصل له. اصدار عقود رسميه الموجوده حاليا دلوقتي تحفظ حقوق الدوله والمواطن. انت النهارده خدت عقد، العقد ده حفظ لك حقك في المكان اللي انت موجود فيه وحق الدوله اللي انت ممتلكها. فبالتالي دي مهمه جدا. صحيح. انهاء النزاعات برضو متعلقه بملكيه الاراضي، في نزاعات موجوده بملكيه الاراضي دي تبع مين او مش تبع مين، فديت مهمه اننا ننهي هذه النزاعات. دمج هذه الاراضي ضمن المنظومه الرسميه للدوله، ان انت تاخدها بقى ملك للمواطن، ملك للشعب، ايا سواء استئجار لمده طويله سواء ايا كان. والملف ده مهم جدا لحمايه اراضي الدوله من التعديات، وده مهمه. تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، ان انت النهارده بتستفيد. تعظيم الاستفاده من اصول الدوله انت بتستفيد منها حاليا. تشجيع الاستثمار والتنميه، تعالوا احنا اهلا وسهلا. تشجيع الاستثمار والتنميه. صحيح. الحد من البناء او التصرفات الغير قانونيه، تعالى عشان حتى لا تحاسب عليها. ويكون اهدار للمال العام. ما انت النهارده ما تبني وتحصل ازاله ولا ان كان، ما انت ده اهدار لنفسك وللدوله ايضا. واهداف الدوله من التقنين الحفاظ على حق الدوله، ده رقم واحد المهم ده للجميع. مراعاه برضو ايضا البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين اللي جاي. انت جاد النهارده، تعالى اهلا وسهلا بيك. انهاء الملفات المتراكمه من سنوات، في ملفات موجوده فانت بتنهيها حاليا دلوقتي عشان تبدا مرحله جديده. تحقيق العداله والشفافيه برضو مهمه جدا ليها. دعم التنميه العمرانيه المنظمه، تعالى النهارده اشتغل في التنميه العمرانيه اللي هي خطه الدوله احنا بنقول عليها، من خطه الدوله. وان هتستفيد المواطن من تسليم العقود، هيستفيد اثبات الملكيه بصوره قانونيه. انت مش قاعد مطفل. وامكانيه تسجيل العقار رسميا ايضا بالنسبه له، دي مهمه. سهوله الحصول على التراخيص، النهارده هتاخد مكان هتقدر ترخصه. والخدمات تعزيز الثقه بين المواطنين والدوله، ودي مهمه جدا. رفع القيمه القانونيه ايضا والاقتصاديه للعقار، ده مهم ان انت نحصل للمرحله ديت. وان احنا يكون في شفافيه وفعلا في حاجه موجوده، وان انت خدت حقك واديت الدوله حقها.
من محافظة القليوبية، أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية يرافقه الأستاذ حسام المحلاوي رئيس مدينة الخصوص جولة ميدانية بمنطقة سوق شارع الجسر الغربي المتفرع من شارع الخصوص العمومي، بمتابعة الأوضاع على الطبيعة وبحث آليات إعادة تنظيم المنطقة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط. احنا خدنا محافظات، محافظه نعم، الجيزه ومحافظه القاهره محافظة ومحافظه القليوبيه، القليوبية هي. المحافظه نعم. القليوبيه. ودي جوله برضو ميدانيه زي ما احنا قلنا في نعم. الاول، ان احنا فعلا المحافظين بيتحركوا بصوره تبعا لاداره الدوله وتبعا للتوجيهات العامه، ان انت نعم. النهارده تنفذ فتفقد سوق شارع الجسر الغربي، وده مهم جدا في مدينه الخصوص، ومدينه الخصوص لها اهميتها. نعم. الجوله تاتي في طوارئ متابعه الاسواق والخدمات للمواطنين، وان احنا النهارده تلاحظ اي مخالفات، اي شيء النهارده، وايضا رفع الخدمه، ليست مخالفات ايضا فقط نعم. ولكن لرفع الخدمه. طب ليه مدينه الخصوص؟ آه. لانها تعد من اكبر المدن القليوبيه كثافه سكانيه، فيها كثافه سكانيه عاليه جدا. نعم. فمتابعه سياده الوزير، سياده المحافظ ليها، ده شيء مهم جدا. وبتشهد ايضا مدينه الخصوص حركه تجاريه كبيره جدا، واسواق شعبيه نشطه كثيره جدا فيها موجوده في نعم. مدينه الخصوص. تحتاج الى متابعه مستمره لتحسين الخدمه ومتابعه المخالفات زي ما احنا قلنا، ومواجهه الاشتغالات والعشوائيات اللي موجوده. كان من الهدف ان الجوله الاساسيه الميدانيه للمحافظ متابعه انتظام الاسواق عامه، دي مهمه. التاكد من توافر السلع الاساسيه اللي احنا بنتكلم عنها، بحيث ان هي تكون متوفره، ما يكونش في سرقه ليها وغيرها موجوده داخل الاسواق. مراقبه الاسواق ومنع الاحتكار الموجود العام، ان احنا بمراقبه رفع مستوى النظافه والخدمات اللي كان بيعملها محافظه القاهره، احنا نفس الحاجات، نفس صحيح. النظام، صحيح. وازاله الاشغالات. نعم. الاستماع المباشر الى مطالب الاهالي، مباشر مع الاهالي، نشوف ايه الخدمات الموجوده. تابع سياده المحافظ حالة الطرق والشوارع، مستوى النظافة العامة، تابع حركة الباعة داخل الأسواق، الانضباط المروري، تابع الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع أيضا الأجهزة التنفيذية في المنطقة. وأدت هذه إلى توجيه رسائل مباشرة للجميع. الإدارة المدنية أصبحت نهجا في العمل التنفيذي، ودي مهمة جدا. الإدارة المدنية وليست الإدارة الكتابية. المواطن شريك أيضا في عملية التطوير، وده مهمة قوي. سرعة التعامل مع المشكلات أول بأول، فنقدر نحلها ونوصل لها. لا تهاون مع أي تقصير في مستوى الخدمات أيا كانت من أي مسؤول. ولذلك دور الاسواق في الاقتصاد المحلي مهمه جدا، واحنا نعلمها جميعا. توفير السلع للمواطنين، دعم حركه التجاره، عندك توفير فرص العمل، تنشيط الاقتصاد المحلي، فلها اهميه ليست بالبسيطه. وتحقيق ايضا التوازن في توافر الخدمات، ده شيء مهم. ومن المحافظين والجولات الموجوده دي مهمه جدا، ويسمن هذا لهم هذا جميعا الجهد فيها هذا الجهد في هذه منظومه متكامله من كل الوزراء والمحافظين. وان شاء الله يعني يكون في القادم افضل باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الكاتب الصحفي والضيف يعني المقدر جدا مننا دكتور محمد عطايا، شكرا جزيلا على هذه الجولة الإخبارية. أشكر حضرتك وأشكر جميع في القناة جميعا، ونشكركم، وفرصة سعيدة أن احنا نلتقي يعني، ونسعد بكم. شكرا لحضرتك. وإلى هنا انتهت هذه الجولة الإخبارية، بشكركم وتصبحوا على خير.